قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس بن عمه: احفظ الله يحفظك. من حفظ الله عز وجل فلم يفعل محرما وامتثل واجب فإن الله يحفظه في نفسه، في صحته، يحفظه الله عز وجل في ماله، يحفظه الله عز وجل في ولده، يحفظه الله عز وجل في بركة وقته، إلا ما يكون مما يريده الله عز وجل ابتلاء له فيبتلى ليكفر عنه ذنبه وليميز صدقه من عدمه. ولذلك فإن الله عز وجل يحفظ أعضاء الآدميين بحفظهم لله عز وجل. فمن كانت له ذرية ضعاف خاف عليهم فليتق الله وليقل قولا معروفا. وكذلك من أراد أن يحفظ ماله فليتق الله وليفعل فيه بخير. ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. وهكذا في العمر في بركته، ناهيك عما عند الله عز وجل.